الإنسان أحيانا بيسيب الحق مش لأنه مش واضح ولا لأنه مش مقنع، هو بيكون مش عايز الحق ده أصلا لأنه حب الباطل وقرر يعيش فيه. وده اللي ربنا اتكلم عنه في سورة النحل لما قال ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، يعني ضحوا بالجنة في سبيل شهوات الدنيا ومتاعها. وقال السعدي في تفسيره ارتدوا على أدبارهم طمعا في شيء من حطام الدنيا ورغبة فيه وزهدا في خير الآخرة. وعشان كده ربنا بعدها في باقي الآية قال وإن الله لا يهدي القوم الكافرين. فلما اختاروا الكفر على الإيمان ربنا منع عنهم الهداية وطردهم من رحمته. وكمل الإمام السعدي وقال فشملتهم الغفلة وأحاط بهم الخذلان وحرموا رحمة الله التي وسعت كل شيء، وذلك لأنها أتتهم فردوها وعرضت عليهم فلم يقبلوها. وده بقينا نشوفه كتير حوالينا، ناس باعت آخرتها علشان شوية شهوات مؤقتة واختارت الدنيا على الجنة، مش لأن الحق مش واضح أو مش موجود، لكن لأن الباطل كان أقرب لهواهم وشهواتهم. وفي فيديو النهاردة هنتكلم عن ليه الملحد بيسيب الدين، ولكن بطريقتنا الخاصة وطبعا بكل أدب واحترام والهدوء الشديد زي ما انتوا عارفين كالعادة يعني. وما تنساش إن أنا لا شيخ ولا رجل دين ولا حتى طالب علم، أنا رمضان جانا يا عم. أنا شاب عادي وعاصي، ولكن بحاول أستغل الكوميديا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فياريت قبل ما نبدأ الفيديو تصلي على أشرف الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام، وادعي لإخواتنا المستضعفين في كل مكان ربنا يا رب ينصرهم ويقويهم ويرحم شهيدهم. ولو أنت لسه ما صليتش المغرب أو العشاء أو أي فرض من فروض ربنا قوم صلي، لأن طبعا مش محتاج أقول لك إن الصلاة دي أهم مني ومن الفيديو بتاعي ومن أي حاجة أنت بتعملها في حياتك عامة. فبطل كسل وقوم صلي، ولو أنت مصلي يلا بينا نبدأ الفيديو. اخويا ملحد، يا ترى ايه الحاجه اللي ممكن اعرفها له في الدين تخليه يغير فكرته؟ ده كلام كبير، ده كلام كبير قوي قوي يا بكار. يوه ولا اي حاجه، دي اسطوره بتتقال من ناس جهله بتسترزق من الموضوع ده. موضوع ان الناس بتسيب الدين علشان مش فاهمه او مش عارفه صح، او اكيد بيسيب الدين علشان هو جاهل في حاجات مش عارفها، هو بس لو عارفها هيغير رايه اكيد. ده طبعا كلام فاضي، انا مش عايز اصدمك بس بنسبه كبيره اخوك يعرف في الدين اكتر منك. يا نهار ابيض على كميه الحاجات الغلط اللي اتقالت. يعني هو لو بنسبه كبيره يعرف في الدين اكتر منها هيسيب الدين ليه؟ يعني احنا مقتنعين ان الدين بتاعنا ده هو الدين الحق، فلو يعرف في الدين اكتر منها ايمانه هيبقى اقوى منها فمش هيسيب الدين. يعني ده الف ب منطقيه. ولا انت مش مسلم ولا ايه؟ اسمه محمد يا جماعه والله. يا استاذ محمد انا وانت دلوقتي مسلمين زي بعض، بس انت مثلا تعرف في الدين اكتر مني، فمين فينا هيبقى ايمانه اقوى؟ اكيد اللي عنده معرفه اكبر اللي هو انت. طب مين فينا معرض ان هو يتخدع مثلا بشبهات الملحدين؟ اكيد اللي ايمانه اضعف اللي هو انا. فلو الملحد فاهم في الدين اكتر مننا هو مش هيبقى ملحد اصلا لان هيكون ايمانه اقوى. وبعدين يعني حضرتك حكمت منين ان هو غالبا هيبقى فاهم في الدين اكتر منها؟ ما يمكن يكون جاهل عادي. وهي ايه الاسطوره اللي الناس بتتاجر بيها يعني هو انت فاكر ان اغلبيه الملحدين فعلا بيفهموا يعني ودارسين بقى والكلام ده؟ ما اغلبيتهم يعني شويه مهرجين، ما احنا بنشوفهم على النت يعني، بنشوف افكارهم وبنشوف الشبهات اللي بيطرحوها. يعني ما هو اللي بيلحد ده حاجه من الثلاثه، يا اما الحد بسبب شبهه وده دليل على جهله وضعف ايمانه، يا اما بسبب شهوه وده هو السبب بتاع اغلبيتهم اساسا، اللي هو الدين ده بيفرض عليا قوانين وانا مش عايز امشي على القوانين دي. بيقول لي ما تشربش خمره، ما تعملش علاقات خارج اطار الزواج، ما تاخدش فلوس بالربا، صوم شهر كامل، البسي حجاب، طيعي زوجك، ما تصاحبيش رجاله. فهو حرفيا بقى بيعبد هواه. يا اما الحد بسبب عقده نفسيه مثلا او تروما حصلت له وهو صغير، يعني ابوه مثلا كان بيلبس جلابيه ومكبر دقنه وكان بيجلده مثلا. انت ليه اختزلت الملحد في ان هو فاهم وعارف ودارس في الدين والكلام ده؟ يعني هو انت شايف ان كل اللي بيسيب الدين هو فعلا دارس في الدين وفاهم والكلام ده؟ يعني معلش يعني هات اكبر راس في الملحدين العرب، يعني شوف النخبه بتاعتهم فين هتلاقيه مهرج. يعني الشباب بقى بتاعت بول البعير وارضاع الكبير وكل الكلام ده كلهم عيال فاضيه. يعني شريف جابر لما اتحبس طلعوا يدعوا له يا رب فك الضيقه. يعني انا مثلا على مدار حياتي ما شفتش ملحد عربي عليه القيمه، ما شفتش حد فيهم دارس اي حاجه. يعني حتى لما بييجوا يعرضوا شبهات في القران تلاقيهم بيقراوا الايات غلط. فتخيل واحد مش عارف يقرا القران وجاي يفهمني ان القران غلط. طب انت يا ابني مش المفروض قاري ودارس وواعي وبتطير في الجو وبتشخ رابسه؟ طب فين يا ابني لغتك العربيه اللي انت المفروض دارسها علشان بقى تطلع لي ثغرات في القران؟ طب فين الكتب الفقهاء اللي انت مسكتها فصصتها بقى وطلعت فيها ثغرات؟ طب كل الادله على صحه الاسلام اللي انت المفروض بقى نهيتها وقضيت عليه؟ يعني فين يا ابني الكلام ده؟ مفيش الا شبهات، هي اسطمبه شبهات متوزعه على الكل والكل بيطلع يقولها. هي طبعه واحده تلاقيهم كلهم من صغيرهم لكبيرهم بيقولوا نفس الشبهات. ايه ده؟ في كتير زي الشخص كلاكيت البطل والأوغاد الحقيرة 1-1 أول مرة. وكلهم مردود عليهم. يعني شوف مين اجعص ملحد في الشرق الاوسط، يعني صوت الالحاد في الشرق الاوسط هو مين؟ هتلاقيه مردود عليه عادي جدا. يعني الناس اللي بتتصدر اصلا ان هم يردوا على شبهات الملحدين كتير الحمد لله، بيردوا عليهم في فيديوهات وبيطلعوا معاهم في لايفات ينظروهم وبيرقعوا لهم اصداغهم ويدوم على وشهم عادي، عشان زي ما قلت لك هم كلهم عيال فاضيه وحافظين مش فاهمين. هم بس اخرهم يضحكوا على واحد ما عندوش علم كافي في الدين فيشككوه في دينه، يقنعوا واحد كان ماشي ورا شهواته ومستني اي حاجه تخرجه بره الدين. لكن لما بيقعوا بقى قدام شيخ او واحد
متخصص في الرد على الشبهات او الكلام من ده بينزل عليهم بتوكة الحزام، والله حتى ما بيبقوا محتاجين حد متخصص. الواد يوسف صاحبي بيطلع يرد عليهم عادي، وهو ولا شيخ ولا حاجه، يعني هو شاب زينا كده بس بيجتهد، بيطلع يرد عليهم بمنتهى السهوله يعني. فمفيش حاجه ممكن تعرفيها له هتخليه يغير فكرته، لان هو ببساطه هو عايز دليل، وانت ما عندكيش دليل. مفيش حد عنده دليل على اي حاجه، بمنتهى البساطه ده مجرد ايمان شخصي، مفيش دليل عند حد على اي حاجه. يا استاذ محمد، مش معنى ان انا ما اعرفش ان في حاجه مثلا اسمها لابتوب ان اللابتوب ده مش موجود، يعني جهلي بوجود الشيء لا ينفي وجوده، فاهم؟ فكون ان حضرتك ما تعرفش الدليل ده مش معناه ان هو مش موجود. وبعدين يعني معلش، هو ازاي انت ما عندكش دليل؟ امال انت مؤمن بناء على ايه؟ يعني انت واحد بتتبع الدين الاسلامي بتتبعه بدون دليل، بتتبعه لان هو مجرد ايمان شخصي. طب الناس اللي ما كانتش مسلمه دي اسلمت ازاي؟ يعني اللي دخل الاسلام ده دخل الاسلام بناء على ايه طالما ما فيش دليل؟ الناس اللي شغالين مثلا في الدعوه وبيدعوا مثلا ناس على ديانات اخرى او ناس ملحدين او كده، بيقنعوهم بالاسلام ازاي طالما ما فيش دليل؟ انا بجد مش قادر استوعب، يعني انت حضرتك مؤمن بالدين ده بناء على ايه طالما انت ما عندكش دليل؟ فيا استاذ محمد، ما فيش حاجه اسمها انا مؤمن بدون دليل. انت اصلا لما تيجي تتكلم مع حد في اي حاجه يقول لك ايه دليلك، فتخيل ان انت دينك ما عليهوش دليل. ده انت لو جبت اي دين البشر اخترعوه هتلاقيهم مخترعين له ادله. يا راجل، ده الملحد نفسه عنده اسباب بيعتبرها ادله على موقفه. فانت ازاي دينك اللي انت مؤمن بيه ما عندكش دليل على صحته؟ دي حاجه غريبه جدا بصراحه، يعني دي من اغرب الحاجات اللي انا سمعتها في حياتي. فكره ان الدين كله قائم على ايمان اعمى بدون اي دليل، دي فكره مش صح اطلاقا، يعني فكره مش منطقيه حتى، يعني لا عقليا ولا واقعيا. لان اي انسان في الدنيا بيبني اقتناعه على اسباب حتى لو هو مش قادر يصيغها او يشرحها. ولما هنيجي نتكلم بقى عن ادله صحه الاسلام، فاحنا ما عندناش دليل او اتنين او تلاتة، عندنا ادله كتير جدا، ادله عقليه ونقليه ومنطقيه وتاريخيه، وكل حاجه من دول ليها باب واسع جدا. يعني مثلا من الادله العقليه البسيطه جدا ان الكون ده مستحيل يكون جه بالصدفه، اي شيء منظم ليه صانع، اي حاجه ليها نظام دقيق وليها قوانين وليها ترتيب، مستحيل تكون ظهرت كده من العدم. يعني لو انت لقيت موبايل مرمي في الصحراء مستحيل تقول ان الموبايل ده اتكون كده من نفسه، مع ان الموبايل ده اعقد بمراحل اقل بكتير جدا من الانسان والكون اللي احنا عايشين فيه. مثلا فكره ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون امي لا يقرا ولا يكتب، دي من ادله صحه نبوته اصلا. واحد امي لا بيقرا ولا بيكتب ومع ذلك جه بالقران اذهل العرب اللي كانوا اهل اللغه والبلاغه اصلا، واللي ربنا سبحانه وتعالى اتحداهم يجيبوا زيه. وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. فتخيل المشركين العرب اللي هم بقى ايه اجمد ناس في اللغه ما قدروش يطلعوا حرف واحد في القران غلط. لم تظبطوا معنا. وسيد ابن الحاج ادري الذي لا يدري هو اللي هيطلع لي الاخطاء اللغويه في القران، هو اللي هيثبت لي ان ده غلط. يعني ده واحد من كباراتهم كان طلع يقول لك ايه، اصل كلمه قران دي كلمه سريانيه في الاصل اسمها قريان، وقعد نص ساعه يهبد ويكذب ويالف من دماغه. فحاجه يعني في قمه الضحك. وانا مش عايز اطول في الجزئيه دي اكتر من كده، لان احنا لو قعدنا نتكلم في الادله محتاجين سلسله فيديوهات. فالموضوع مش موضوع ان هو بيدور على الدليل، الموضوع هل الانسان فعلا بيدور على الحق بصدق وحياديه ولا لا؟ لانه لو بيدور بصدق مستحيل ما يلاقيش اجابه، ومستحيل يتعامل مع كل الحاجات دي وكانها مجرد صدف او اوهام او حاجات ما فيش عليها دليل. والغريب بقى ان نفس الشخص اللي بيقول ما فيش دليل هو نفسه ما قدمش اي دليل على كلامه اصلا. يعني انت كلامك يا استاذ محمد هو مجرد ادعاء، والادعاء محتاج دليل، وحضرتك ما قدمتش اي دليل. اذا بنفس المنطق بتاعك انت كلامك مجرد كلام في الهوا. فكره ان الاستسهال دي زي ما قلت لك، الملحد ده بيلحد علشان بس هو فاهم غلط او يعني مش عارف. فلا طبعا الموضوع مش كده خالص، مش موضوع ان هو مش عارف الدين فسابه، لا انا بتكلم طبعا على اي دين، مش بتكلم على الاسلام بالاخص. بس اللي بيلحد او اللي بيسيب دين بيكون جوه دين وبيسيبه وبيلحد او بيروح لدين تاني او حاجه زي كده، ما بيبقاش بالبساطه دي، لا ده هو بيبقى شخص دور وعارف بس هو ببساطه ما عجبوش اللي لقاه. ما هو الدين يا استاذ محمد مش منيو علشان نختار منه اللي يعجبنا ونسيب اللي ما يعجبناش. يعني لو طلعنا بكره وقلنا الحجاب ما بقاش فرض، هل في واحده هتتضايق ان هي هتقلع الحجاب؟ اطلاقا، ده هي اصلا بتجاهد نفسها علشان تلبسه، لان دي اوامر ربنا بغض النظر هي عجبها او لا، هي لازم تمشي عليها. ففكره انا دورت وفهمت بس الدين ما عجبنيش، دي مش مقياس للحقيقه اصلا، لان الحق مش مرتبط بمزاج الانسان ولا رغباته. في ناس ما عجبهاش تحريم الخمره، في ناس ما عجبهاش تحريم الزنا. فالملحد مش عاجبه الدين كله لان هو بيقيد شهواته وبيلزمه بنظام معين يمشي عليه، وهو مش عايز كده، هو عايز يعيشها سداح مداح، هو عبد الهوى عبد لشهواته. انت عاوزها مدعكه. فهو مش عاجبه الدين علشان كده. هل ده معناه ان الدين غلط؟ طبعا لا، هو بيتعامل مع الدين بمنطلق طالما الحاجه موافقه لرغباتي تبقى صح، ولو خلفت شهواتي تبقى غلط. وده مش فهم للدين ولا تدوير عن الحقيقه ولا كل الكلام اللي انت بتقوله ده. الطالب ممكن ما تعجبوش المذاكره، والمريض ممكن ما يعجبوش العلاج، فكون الشيء متعب او مخالف لهواك او مش عاجبك لا يعني ان هو خطأ. فالسؤال الحقيقي مش هل الدين عجبني، السؤال هل هو حق ولا لا، لان لو هو حق فواجبي ان اتبعه
حتى لو في اشياء مش ماشيه على هوايا او تقيله على نفسي. فالملحد اللي ساب الدين هو ما دورش علشان يلاقي الحق يا استاذ محمد، هو دور على حاجات تطلعه من الدين، لان هو خرج من عباده الله لعباده شهواته ورغباته. عشان كده لما دور ده، لو احنا يعني افترضنا ان هو دور بجد، ما عجبوش اللي لقاه، لان هو مش بيدور علشان يوصل للصح او يوصل للحقيقه، هو بيدور وهو عايز الدين يمشي على مزاجه. لكن احنا بقى كمسلمين مستسلمين ومنصاعين لاوامر الله، بغض النظر الاوامر دي على هوانا او لا، خفيفه على قلوبنا ولا تقيله، هنعاني علشان ننفذها ولا لا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالمسلم ما عندوش اوبشن ان هو يعترض على كلام ربنا او ما يعجبوش، لان هو كده ما بقاش مسلم. بس فكره السطحيه اللي بعض الشيوخ بيحاولوا يصوروها، لا الموضوع ما بيبقاش كده ابدا ابدا. هو بصراحه انا مش شايف اي سطحيه غير في الكلام بتاعك، يعني انا اسف والله، بس انت من اول الفيديو وانت كلامك كله عباره عن سطحيه، مفيش حد عنده دليل على اي حاجه. اصل الملحد ده غالبا هيبقى فاهم اكتر منك في الدين، اصل هو دور وفهم بس اللي لقاه ما عجبوش. فاعتقد يعني ان حضرتك ما عندكش المعلومات الكافيه اللي تخليك تتكلم في الموضوع، لان بجد كلامك غلط جدا، وما ينفعش انت كراجل مسلم تقول الكلام ده، يعني ده كلام غريب جدا. انا واحد بشجع ريال مدريد مثلا، الناس اللي متابعاني كويس عارفه الموضوع ده، صعب ان انا بكره اشجع برشلونه، فما بالك بقى لما واحد بيغير دين. فالموضوع مش بالسهوله دي، الموضوع مش بالسطحيه دي. يعني ايه يعني ايه؟ هو ايه علاقه ده بالدين وايه علاقه ده بكلامك اللي من شويه اصلا؟ يعني انت بترد على نفسك تقريبا، يعني انت بتحب ريال مدريد وبتشجع ريال مدريد، فصعب انك تسيب ريال مدريد وتروح لبرشلونه. حلو، ده ايه علاقته بقى بالملحد؟ يعني الملحد ده كان مسلم، فعلى المثال بتاعك هو المفروض صعب ان هو يسيب الاسلام ويروح لدين تاني او يلحد، ولا هو ساب الاسلام بسهوله وبقى صعب ان هو يسيب الالحاد ويرجع للاسلام تاني انا مش فاهم ده بقى ايه علاقته بكلامك اللي من شويه ان الملحد دور وفاهم وبتاع بس اللي لقاه ما عجبوش. كمان المثال غلط، يعني انت لو سبت ريال مدريد ورحت لبرشلونه مش هتخش النار، انت لو سبت ريال مدريد وشجعت اي فريق تاني ده مش هيعود عليك باي ضرر، لا ديني ولا دنيوي ولا نفسي ولا معنوي ولا اي حاجه. لكن اللي بيسيب الدين ده بيخلد في النار، هينزل فيها مش هيطلع منها تاني خلاص. فانت متخيل ان انت هتيجي مثلا تقولي لي كلمتين فادخل بقى اقول لك والله انت تقولي له الكلمه الفلانيه وتجيبي له الموضوع الفلاني والايه الفلانيه ومش عارف ايه فخلاص هيغير فيك. لا طبعا الموضوع مش كده، الموضوع مش كده خالص. فانت بقى المفروض تعملي ايه معاه؟ والله رايي اللي يعني بالتاكيد مش عاجب ناس كتير، مالكيش دعوه بيه ولا اي حاجه. هو اخوكي قبل ما يلحد واخوكي بعد ما، لما كان مسلم ولا لما كان مسيحي ولا ايا كان اخوكي، وبعد ما ساب الدين برضه اخوكي وهيفضل اخوكي. اللي يعجبه يعجبه واللي ما يعجبوش هو حر، مالكيش دعوه بيه خالص، هو اختياره بس. تعرف يا استاذ محمد، انا شفت فيديو ليك كنت انت متعاطف جدا مع البنت اللي هي بسنت الله يرحمها يا رب ويصبر اولادها، وكنت عامل فيديو بتدعي لها فيه بالرحمه، وكان شكلك متاثر جدا يعني بوفاتها. ربنا يجازيك خير على انك خليت الناس تدعي لها. بس خلينا مثلا نقول ان انت كنت على تواصل معاها او كان في سابق معرفه وهي قالت لك انها هتنهي حياتها بكره، هل وقتها كنت انت هتقول قشطه بيس دي حياتك وانت حره وده قرارك، ولا هتحاول تساعدها باي طريقه وتمنعها عن اللي هي ناويه تعمله؟ اجابتك على السؤال ده هي الرد على الكلام اللي انت لسه قايله دلوقتي. واحده اخوها اللي من لحمها ودمها ساب الدين وعقابه ان هو لو فضل على اللي هو فيه هيخلد في النار، وانت بتقول لها سيبيه مالكيش علاقه بيه ده اختياره وده قراره. يعني لو اخوها قرر ان هو يشرب سم فهي برضه تسيبه لان ده اختياره وده قراره. يعني بدل ما تقول لها نقعد معاه ونفهم منه هو ساب الدين ليه، ولو هو عنده شبهه خليته يسيب الدين نحاول نفهمها له، لان كل الشبهات ليها رد، ونحاول نرجعه لدين ربنا، تقول لها سيبيه ده اختياره. يعني انت لو شفت واحد بيرمي نفسه من على الكورنيش مش هتساعده لان ده قراره وهو حر؟ وبعدين هو مين اللي قال ان هو مش هيفضل اخوها بعد ما الحد؟ ما هو هيفضل اخوها بس هيخش النار. فاخوها اللي هي بتحبه بدل ما هي تحاول تساعده وترجعه لربنا تسيبه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الموضوع صعب جدا يا جماعه. يعني انا هسيب لكم انتوا التعليق، انا هقفل الفيديو لحد هنا. يعني انا بعتذر جدا، الفيديو قصير. هو عامه الفيديو ده كان تيك توكيات، كان فيه مجموعه من الفيديوهات هنتكلم عنها، بس انا بصراحه هكتفي بهذا القدر. يعني اعتقد ان الفيديو ده محتاج ان هو يتشاف لوحده، وانا بجد اتضايقت. يعني مش عارف هو ازاي قال حاجه زي كده بصراحه. بس يعني تمام، يعني مستني اسمع ارائكم في الكومنتات بس كده. يعني اتمنى تعملوا لايك للفيديو ده، عايزين نوصله لاكبر عدد من اللايكات. واللي لسه مش مشترك في القناه اتمنى منك انك تعمل سبسكرايب علشان عايزين نوصل 50,000 مشترك في اقرب وقت. ولو انت من النخبه اللي بيكملوا الفيديو لحد الاخر انزل قول لي في الكومنتات وصلت يا جو وانا هقول لك خلصانه. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي على خير باذن الله. سلام. ازاي يا جو؟ يعني هو الحجاب هو اللي هيحمي المجتمع؟ اهدى هفهمك، يعني استهدى بالله. خلونا بس في البدايه نسال سؤال، هل الحجاب فرض وجنه ونار ولا لا؟ والاجابه قطعا ايوه. وكنت شفت فيديو ضحكني قوي، كانت البت اللي هي النسويه اللي هي بتاعت كيفما وبينما وحيثما، اللي هي بتقلقل القاف وتعطش الجيم وتطلع لسانها في الثاء. السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك؟ شو مسوي؟ عساك بخير؟
صلى